إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآية ختمت بها أطول آية في القرآن. هذا المقطع الجليل ختمت به الآية 282 من سورة البقرة، أطول آية في أطول سورة. فسورة البقرة هي أطول سورة، عدد آياتها 286 آية، والآية 282 آية في صميم التشريع. قال ربنا عز وجل في أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية الطويلة تأمرنا وتدعونا إلى توثيق العقود، إلى توثيق الالتزامات من أجل المحافظة على العلاقات ودرءا للنزاعات وحفظا للحقوق وأداء للواجبات. كما أن هذه الآية الطويلة نصت على مسألة التجارة، والتجارة مجال حيوي تكثر فيه الأرزاق وتكثر فيه النزاعات. كما أن الآية نصت على الرهن، على الرهون، ونصت على الإشهاد. ففي الشهادة توثيق للعقود، في الشهادة حفظ للحقوق، والشهادة تحتاج إلى ضوابط وترافقها أحكام. نجد بعضا منها مبثوثة في القرآن، ونجد الأخرى مبثوثة في السنة المطهرة. بعد ذلك كله ختم الله عز وجل هذه الآية الطويلة التشريعية بقوله: اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله. أمر عجيب. لماذا ربط الله عز وجل كل ذلك بالتقوى؟ لأن التقوى صمام أمان، وهي رأس الأمر كله. وقد صدق الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: التقوى 4 أمور: الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل أي القرآن، القناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لخصها في هذه الكلمات الموجزات: الخوف من الجليل جل جلاله، العمل بالتنزيل بالوحيين، القناعة بالقليل لأن القناعة كنز لا يفنى. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقد قال الشاعر: إذا ما كنت الشافعي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ثم أخيرا: الاستعداد ليوم الرحيل، تحضير الزاد لرحلة الخلود، وخير الزاد التقوى،
هكذا تنطق الآية. وتزودوا وخير الزاد التقوى. ثم أن التقوى أمرنا بها في عدة مجالات وفي عدة الظروف والسياقات. أذكر بعضا منها. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أصحاب الطموح، أصحاب الهمم العالية يلتمسون الشأو العالي والمرتبة السامقة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا ضعف الإيمان فاتقوا الله ما استطعتم. فالمؤمن يتأرجح بين مستويين، بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى لكي لا يتيه. وقال ربنا في آية أخرى في أوائل النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربنا أنبأنا بأن التقوى سبب لأي مخرج لجميع للضيق مهما كانت طبيعة الضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومفتاح للرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقنا أفرادا ويرزقنا شعوبا وأمما. بدليل الآية: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آية عجيبة. تتفجر هذه البركات من الأرض، من البحار، من الأنهار، وتتنزل هذه البركات من السماوات. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم أخيرا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن التقوى سبيل النجاة، فأرشدنا إلى أن نتقي الله في كل مكان وفي كل زمان. فقال في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثم أن التقوى سبيل للعلم. ربنا عز وجل من يتقيه يعلمه بما شاء وكيفما شاء. فإذا التزم الله أن يعلم المتقين فهذا وعد الله، ووعد الله حق. ثم أن الذي يتقي الله ينأى عن المعاصي. يروى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وله شيخ اسمه وكيع، والشافعي آتاه الله نعما عديدة منها ما تراه عيناه يرسخ في ذاكرته، يحفظه بسرعة هائلة، حتى أنه يروى إذا أراد أن يحفظ صفحة يغطي الصفحة الأخرى لكي لا تدخل رأسه مباشرة، فتدخل الصفحتان مرة واحدة. كان سريع الحفظ. مرة من المرات لم يكن قادرا على الحفظ، لجأ إلى شيخي، قالوا: يا شيخي فقدت ملكة كبيرة ونعمة كبيرة وهي نعمة الحفظ. فقال له شيخه: قد عصيت الله يا شافعي، قد عصيت الله. فإذا عصيت الله ربنا سيحرمك من العلم. فقال له: العلم نور الله، ونور الله لا يهدى لعاصي. فقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أخيرا
الذي يتقي الله سوف يستخدم علمه فيما يبني ولا يهدم، فيما ينفع ولا يضر، فيما يجمع ولا يفرق، فيما يرفع ولا يضع. وقد صدق الله إذ يقول في أول ما أنزل الآيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن القراءة والعلم إذا اتصل العلم بالله عمر، وإذا انفصل العلم عن الله دمر. اللهم علمنا بما تشاء وكيفما تشاء، ووفقنا للعمل بما علمتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارحم شهداءهم واجبر مرضاهم. اللهم افتح لهم جميعا أبواب رحمتك. اللهم اجعل خاتمتنا خاتمة سعيدة آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.